بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا فكرة فيديو جديد، ده عبارة عن ديكور سواحلي على شكل أشعة شمس. فكرة الديكور بتتلخص في حاجات بسيطة جدا بإمكانك تعملها أنت كفني. هنا أنا بسهل لك فكرتها. هنا أنا معايا قطع لام، عبارة عن حبل وفيه زي أكسيد أو فيه لون، وببتدي اخطط بيه. باخد من الزاوية اللي فوق للزاوية اللي تحت، وكذلك العكس، باخد من الزاوية اللي فوق للزاوية اللي تحت. انا بوضح لك فكرته عشان تقدر ان انت تعمله ويطلع معاك متقن وشكله كويس جدا. وبتاخد من المنتصف بالظبط، وبتاخد من المنتصف الافقي برضو، ناخد الطول والعرض. كده احنا بقى عندنا نقطة التلاقي اللي هي النقطة اللي في المنتصف بالظبط. ده معايا اهوت السواحلي، خامة مخملية، لونها بيبقى زي الفضي، يعني هي بتبقى جاية فضي. ودلوقتي احنا بنحط عليها المركزات. احنا هنا كان مطلوب مننا لون شامبين، هنا انا حطيت شوية لون بني على شوية لون اصفر فاو على نقطة اسود، لان هو اللون كان المفروض ان هو يبقى فاتح شوية. ده كان طلب العميل. هنا احنا المادة السواحلي اهم حاجة تعرفها وانت بتلونها ان هي المادة دي بتقبل الدهان بكل سهولة، يعني بتقبل خامة التلوين بسهولة. فخد بالك، كن حذر وانت لو انت عايز درجة فاتحة، ان انت تاخد بالك ان الالوان ما تزيدش منك، لان اللون هيغمق منك جامد لو انت زودت في الالوان. احنا كده بالنسبة لنا دي تعتبر درجة اللون اللي العميل محتاجها، عملناها له. هنبتدي دلوقتي الشرح بتاع الفيديو. ايه اللي احنا هنعمله بالظبط بالخطوات عشان يطلع معانا الديكور زي ما انتوا شايفينه. انا ما بخفش مادة السواحلي، بشتغل بيها خام، وما بخفش المواد الديكورية غير المادة اللي محتاجة تخفيف، لكن انا بحب اشتغل بيهم كخام. اول حاجة بعملها لما باجي ان انا اشتغل في الديكور السواحلي، ان انا بحط التيب على العلامات اللي انا اخترتها. بيبقى بحط ممكن اعلم كله، وابتدي اشيل اللزق بتاعي واحدة واحدة، وهوريكم يعني ايه بشيل اللزق وايه الفكرة من اللزق. هنا انت بتشتغل، بترمي السواحلي وبعد كده بتمس على الحتة اللي هي بتبقى نازلة للطرف بالظبط على نقطة الالتاء. انت هنا بتعمل كأن دي اشعة شمس. انا هنا الفكرة كلها بس ما لحقتش اصورها لكم. انا المفروض ان انا بحط زي جوهرة او بحط حاجة دهب في النص، بيبقى كأن هي اللي مطلعة الاشعة ديت، وبتدي شكل جمالي، بتبقى شكلها حلو جدا. هنا انا بمس اهوت زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت، وبفرد وبمس. المس معايا بيبقى بالطول وبالعرض زي ما انتوا شايفين كده. بنزل لحد النقطة بتاعت النقطة اللي هي اللي في النص، نقطة الالتاء، عشان تدي معايا ديكور الشمس. ارمي عادي خالص المادة وبتفردها. احنا هنا بنشتغل بفرشة اللي هي ال3 بوصة. اه انا بفرد بيها كويس، وهو بمس اهو قدامك. ودي الطريقة. بعد كده بشيل اللزق زي ما انت شايف، وببتدي اشتغل من على جنبها على طول زي ما انتوا شايفين. ببتدي اهوت زي ما انت شايف، وبمس. شايف المس؟ انا مقرب لك اهوت على اساس ان انت تشوف. ده المس اهوت بالطريقه ديت. بمس كده على الجنب دوت. هتلاقي الشكل بيوضح معايا. اهم حاجه انت لما تشيل اللزق تشتغل على طول، بحيث ان هو ما يعملش معاك لحام، لان السواحلي من المواد اللي بتنشف بسهوله. في ناس بتشتغل على نص لامع، انا هنا اشتغلته على مط، بس هو الاحسن ليه ان هو يشتغل على نص لامع. هنا انا بوريك ان انا بشيل اللزق من كل مكان وبلزقه تاني وبرجع افرد. هنا انا بوريك الطريقة اهيت بكل سهولة اهوت. بلزق وبهو. وادي اخر حتة اهيت معانا، بفرد اهوت وبمس. دي فكرة الديكور اللي معانا، يا رب تكون نالت اعجابكم. الديكور سهل وجميل، وعلى فكرة الديكور جميل جدا. وانت لو شفت على الطبيعة يتميز السواحلي ان هو فيه زي كسرة الماظية عبارة عن حبات رملية. هو بيبقى له نسبة بروز بسيطة، بيتجزأ ل3 اجزاء، في حباية خشنة وحباية ناعمة وحباية وسط. ديت شغل الحباية الوسط. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، ما تنسوناش من دعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله.